السلام عليكم يا جماعة، معا على طاري حلقة جديدة اليوم في معرض الكتاب، المكان اللي نحصل فيه العلماء ولا اللي يجي يتميله كذا يصور 10 ثواني من السناب على اساس انه شرى كتاب وكذا. أنا صراحة اليوم شفت تغريدة لو أحد المشاهير أو شخص يقول من الأسف الناس في بعض اللي أنصاف المتعلمين جت معرض الكتاب هنا قالت له سوي لي تشكيلة كتب 500 ريال. يعني هذا بصراحة شيء استعجبت، يعني لهالدرجة الواحد يتفاخر بديكور الكتب يعني. وهذا يقودني للموضوع المهم، السؤال المهم، هل فعلا أن الأمة التي لا تقرأ تموت؟ هل الكتاب ديكور ولا قراءة؟ بكل صدق. شوف اثنينهم. لا صدق، أنا من النوع اللي أستخدمه ديكور. اي ديكور صراحة. هو للقراءة المفروض، يعني حقيقة المفروض للقراءة، لكن احنا متعودين احنا نشتري ونحطه عندنا في البيت وفي المكان. يمكن كملت 4 أو 10 صفحات كويس يعني. الآن حاليا كتاب الإلكتروني وعصر السوشيال ميديا، وأصبح الكتاب تقدر تصفح عن طريق الجوال. أصبح البعض يأخذ الكتاب مجرد ديكور، أو مجرد أن عندي كتاب للكاتب الفلاني وتلقى ما يقرأ، حاطط زينة في الصالة. أنت تقرأ؟ أي أكيد أقرأ. كلكم تقرون؟ أي. طيب وش نوع الكتب اللي تقرونها؟ والله أنا أكثر شيء أقرأ قصص الأنبياء. أنا حتى في المدرسة يعني زي حصة النشاط ولا شيء يعني زي فرعون. جميل. طيب إيش هو قصة النبي اللي للحين أنت ما نسيتها، للحين تتذكر أغلبها؟ والله قصة آدم عليه السلام. وش تتذكر منها؟ إنه كان يعني كانوا في السفينة، أو كانوا في وسط عاصفة، وكانوا في وسط السفينة كان معهم ورقة أوراق ومقسمينها، وكانت تطلع عليه واللي تطلع عليه هو اللي خلاص يروح لبطن الحوت ويموت. إن احنا ثقيلة السفينة لازم نرمي واحد منا. عرفت؟ هذا آدم ولا نوح؟ والله ما أذكر، بس نوح. طيب ترى هو يونس يعني. والله ما خبر. اتوقع يونس بعد. توقع يونس. أهم شيء إنك قريت. طيب هل أنت تقرأين؟ لا والله ما أقرأ. ليش؟ يعني أنا مثلك، أنا ما أحب القراءة ولا أقرأ. شوف أقرأ مثلا مقالات تشدني، شيء ميولي صح أقرأ، ما أكذب. بس أروح أشتري كتاب كذا وأشرب قهوة وأقرأ، لا والله أكذب. لا، هذه الصورة النمطية، أنتم حطيتونا الكتاب لازم معه قهوة. ليش حنا ما نقرأ؟ الصدق. تكلم عن نفسك. لا خلينا نقول الغالب ما يحبون قراءة الكتب. خلينا نقول ممكن إنه تاخذ وقت ومملة، واتوقع الفيديوهات افضل يعني. أنت نفسي يعني. بعدين اول الناس كانت تقرا اول يوم ما كان في جوال، يوم صار في جوال صار ينظروا الجوال احسن يعني. جميل. يعني أنت من الأشخاص اللي تشوف اليوتيوب مثلا أو دوكيومنتريز، ولا اكتب في جوجل الجمله اللي ابغاها في الصفحه 400 ولا، وفي ناس يقرون ويعلمونا يعني. أحب القراءة من وقت لوقت يعني، لكني ملول جدا يعني. يعني أحب القراءة السمعية إن كان يعني. هي القراءة السمعية والبصرية يعني، ما هي عارف الأشياء البصرية، الفيديوهات، الأمور هذه يعني. إيش هو آخر كتاب قريته؟ قرآن بصراحة. إيش آخر كتاب قريته؟ والله القرآن. قرآن، ما شاء الله تبارك الله. سؤالي صراحة غلط، غير القرآن. والله غير القرآن أذكرني قرأت قبل يومين تقريبا ليالي حسية. طبعا هذا في علم النفس، فن المبالغ. وفي كتاب الدكتور غازي القصيبي في فن الإدارة وحسن الإدارة، حياة في الإدارة. Little Women. It's about the civil war in the United States, and the father's off to war and the little girls have to figure out how to make do with only their mother. في كتاب غير لي 180 درجة. إيش هو؟ استمتع بفشلك ولا تكون فاشلا. استمتع بفشل. أستاذة سلوى. إيه؟ إيش هو اللي طلعتي منه في الكتاب؟ إنه ما في شيء مستحيل. خلينا نقول كم مرة في الشهر تقرين كتاب؟
على حسب فضوتي الأمانة، لأني أنا طالبة جامعة، بس يعني تقريبا يعني أسرق الوقت عشان أقرأ. طيب في السنة كم؟ في السنة حوالي 30 كتاب. 30؟ هذه هي تدور وقت. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. صيفية يعني استغلال الاجازة الصيفية. طيب خليني أنا أقول أنا شخص ما أقرأ وأكره القراءة لأني أمل منها، يعني يجيني نعاس حتى لو إني توني صاحي قرية. إيش تعطيني نصيحة؟ خليني أتحمس. أول شيء أشوف أنت إيش اهتماماتك. أنا أحب الروايات. إيه يعني اهتماماتك إيش؟ كوميدي، أكشن، تطوير ذات؟ لا، في الإجرام. الإجرام خلاص في روايات تتكلم عن الإجرام وتاخذك، يعني ما تحس بنفسك إلا في آخر صفحة، حتى لو إنها كانت 400 صفحة أو 500 صفحة. والله النصيحة إنك تختار الكتاب اللي أنت تحبه، ما هو اللي الشخص يوصي عليه. Well, don't do it late at night because you're probably a little sleepy. Get some books that really have something you're interested in to learn about. لو حياتك كتاب إيش راح يكون عنوانه؟ لو حياتي كتاب، من الصفر. ممكن ألوان. فوضى. فوضى؟ 7 صنايع والبخت ضايع. الأمة التي لا تقرأ تموت. إيش رأيك؟ تقريبا إيه. كيف؟ لأنه كيف حنا بنعرف الإرث القديم، يعني ما وصلنا الأشياء كثيرة إلا اقرأ. أمة اقرأ، لكن للأسف صراحة الأرقام مخيبة للأمال. إيش الأرقام تعرف؟ يعني معدل الفرد العربي للقراءة أتوقع أنه زي ساعة أو حتى ما وصل ساعة، يمكن 50 دقيقة في السنة، شيء زي كذا يعني، فكانت مخيبة للأمال. أنا أذكر أني قرأتها كذا. آخر شيء مو سؤال، بس أبغاك تعطيني بيتين بالمناسبة هذه. بالمناسبة هذه يقول تحرر مدام العلم بحر، إنجاز للتعبير، وش المانع أجل أجرب البحار. تحرر من قيودك واطلق التفكير، ولا تسمع كلام الدهر والعطار. طيب يا جماعة، وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا جزيلا على المتابعة. بالنسبة للسؤال، هل الأمة التي لا تقرأ تموت؟ فعلا نعم تموت. مو تموت كذا خلاص يموتون، لا، تموت ثقافتها، يموت تاريخها، تموت لغتها، حتى الدين. وش يصير بعدها؟ تندمج وتنصهر وتذوب مع ثقافة أمة أخرى تقرأ. هذا قصدي أنا، هذا قصد المقولة. بعد نفس اللغة، يمكن نتكلم عن ليش اللغة العربية نزلت ودخلت لغة أخرى وشيء زي كذا، نفس الحلقة اللي قبل حقت اللغة. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. لا تنسوا حسابات القناة تحت، الكومنت، التعليق يدعمني جدا، يطورني، عطوني. وإذا تعرفون عناية تكون نشيل الزكمة اللي أنا فيها، الله يرحم والدينكم والله، اكتبوا تحت. شكرا. واو كظهري، ظهري عورني والله، شلت معلومات كثيرة حملتها على ظهري. روح نام.